طبعا الاتحاد هو الخارج الداخل، الخارج الداخل المفروض يبقى الداخل. نعم. انا بالحقيقه هو الخارج. ليه؟ لان كل اللي حصل على فكره، انا ما كان كابتن شوبير عامل برنامج امبارح، سيبك من امبارح، اول امبارح، وكان في بدايه في البرومو في الاول جايب ايهاب عبد الرحمن وهو نازل من على نازل من المطار بعد ما خد الميداليه الفضيه في شنغهاي في الدوري الماسي من حوالي سنه. نعم. انا كنت واحد، انا اول واحد والوحيد اللي انا كنت مقابله. يمكن الفيلم ما جابنيش، بس انا مش مستني الفيلم يجيبني. ده كان الكلام ده الساعه 4:30 الفجر يوم ما رجع، ورحت هناك كنت مبسوط جدا جدا، وهنيته هو ورئيس الاتحاد في ذاك الوقت، ما كانش في اي مشكله. وده ابننا كلنا، ولغايه النهارده عندنا امل ان شاء الله اذا ربنا وفق والامور اتحلت هيجيب ميداليه. انما حصل ايه بعد كده؟ من كتر الشحن والكلام ده، وانا اللي هجيب وانا البطل وانا الوحيد واللي عندي والباقي كله ما بيعرفش، والحقد الناس بتعمله ومش عارف ايه والكلام، كل الكلام ده اللي هو للاستهلاك المحلي، كلمه حق غضب بيها باطل زي ما انا بقول. بقت الدنيا كلها ما فيش غير العاب القوه اللي هتجيب الميداليات، ما فيش العاب القوه تجيب الميداليات. طب تعالى بقى النهارده لو انا طلعت عن النص وطلعت عن المألوف وطلعت عن الكلام ده، واحنا ابتدينا نتمسك بحقنا ونتمسك بنظامنا قدام الدوله وقدام الناس اللي فيهم كتير قوي مش مقدرين او مش فاهمين، كان قدامنا حلين. يا اما نقول له اتفضل عيش حياتك منك للوزاره، وتفضل واشتغل انت زي ما انت عايز، ونأمل ان الميداليه دي تجيبوها وكل حاجه عشان احنا ما يتقالش علينا ان احنا كذا. يا اما نقول له تعالى يا هتمشي في الخط ده، يا اما بناقص خالص الميداليات وبنقص خالص العاب. انا بتكلم بصراحه وصراحه واضحه. انما احنا نظرا للظروف المحيطه بينا، ونظرا عشان ما حدش يقول لك انت عملت كذا وعملت كذا، احنا سيبنا الموضوع. لربما احنا عشان لا يخلط ما بين التصرف الشخصي والمصلحه العامه، قلنا له اتفضل الدنيا قدامك اعمل اللي انت عايزه، احنا بره الموضوع ده. هو طلع بيان وقال انا لا اتعامل مع اللجنه الاولمبيه. في حياتي ما شفتش لاعبين بيجبروا وابطال بيجبروا انه يطلعوا بيان ان هم ينتقدوا اللجنه الاولمبيه، والكل في صمت، والدوله كلها بتنتظر وبتبص الناحيه، ولا يوجد في حد يقول يا جماعه كده مش مظبوط. اكمل بس. فاحنا سكتنا على الموضوع ده. كانت ايه النتيجه؟ طب ليه الصمت يا باشمهندس؟ عشان ما خدش قرار بالايقاف. ازاي القرار بالايقاف؟ قرار لاعب بالايقاف يتطاول على اللجنه الاولمبيه. لا احنا الموضوع عارف ليه لو خدنا القرار بالايقاف؟ لان لو احنا خدنا القرار بالايقاف اذا كان لنا الحق ده طبقا للوائح بتاعتنا، واحنا ما عندناش هذا الحق في اللوائح بتاعتنا برضه عشان يكون، ولا في القانون الحالي اللي هو الناس اللي بتتكلم النهارده وتقول لك القانون ده لازم يطلع بكره، ما فيهوش بند اللي انت بتتكلم عنه ده، او اللوائح اللي منبثقه منه ما فيهوش هذا البند. فاحنا قررنا حتى وان اتغلط فينا ان احنا نعمل نفسنا مش سايبين، احسن في يوم من الايام يقول لك شوف هو اللي ضيع الميداليه. ده احنا النهارده بننتقد واحنا كنا بره خالص، بننتقد ان احنا حطمنا الراجل اللي اسمه ايه ده، مصطفى الجمل، اللي هو اصاب اصابه عضويه، علما ان احنا حطمناه نفسيا. اثرت ازاي على ركبته انا ما اعرفش، ده في العلم بيقول ازاي. احنا بنلام النهارده ان مصطفى الجمل ده احنا اجهزنا الخطوط المنشطات العريضه في الجرايد، انهي جرايد مش لازم نقول هي مين، بتقول ان احنا اجهزنا على مصطفى الجمل وفاضل نجهز على الباقي. احنا جهزنا على مصطفى الجمل ايه؟ واحد وهو بيلعب لفه اتقطع الرباط الصليبي بتاعه، واتقطع الوتر بتاع الركبه بالتحديد. ايه علاقته بينا احنا؟ فتشوف الناس قد ايه الناس اللي بتتكلم النهارده على اللجنه الاولمبيه اللجنه الاولمبيه مالهاش اي علاقه في اللي بيحصل النهارده او اللي حصل من اسبوع او العينات او اللي اصيب نهائيا. ده خطا لاعب يا باشمهندس، ولا خطا اتحاد ولا يعني ايهاب عبد الرحمن او مصطفى الجمل؟ يعني المفروض اللي انا اعرفه ان في اسماء بالعقاقير معينه ما تتناولش دي. لا انا دلوقتي حضرتك ما بتكلمش على الوضع ده، احنا نجيله برضه. لا اتنصل منه. انما اللي انا بقوله وببساطه شديده جدا ان احنا سيبنا الموضوع ده ليه؟ عشان ندي فرصه للحريه الكامله اللي بناء عليها ان شاء الله ربنا يوفق برضه، وتحتها يوفق 3 خطوط هيجيبوا الناس دي ميداليات، واحنا لم نتدخل في هذا الموضوع. فكان قد ما كان معسكرات بيطلعوا زي ما هم عايزين. ما بس حدش يسالني النهارده، طلعوا ازاي ولا ما طلعوش ازاي، انا غير مسؤول. هو حضرتك الفلوس مش انا ماليش دعوه بالموضوع ده. هو طلعوا معسكرات تمام، جابوا ميداليات جميل جدا، ما جابوش ميداليات جميل جدا. الحساب مش معايا انا لا انما حاسبني على ال 19 اتحاد الثاني في الاعداد.
اما الاتحاد ده في الاعداد لا تحاسبني عليه في الاعداد وبرضه ما تحاسبنيش على النتيجه، لان النتيجه انا حتى التانيين ما تحاسبنيش على النتيجه. انما في الاعداد انا غير مسؤول عن اعداد الناس دي كلها، وغير مسؤول عن اي حاجه هم عملوها، وغير مسؤول عن اي صواب حدث انا برضه لا اثاب عليه، او اي خطا حصل انا لا احاسب عليه.